عيد الازدهار في بغداد يحتفلون به أعضاء طائفة الصابئة المندائيين بطقوس التعميد في نهر دجلة، وهي تلعب دورا مهما في حياة هذه الطائفة القديمة. الصابئة المندائيون طائفة صغيرة ظهرت قبل المسيحية، وحتى عام 2003 كان جميع المندائيين في العالم تقريبا يعيشون في العراق، أما الآن لم يتبقى سوى عدة آلاف من المندائيين معظمهم في بغداد ومدن الجنوب. إنهم أتباع طائفة الصابئة المندائيين يحتفلون بعيد الازدهار باعتبارها ذكرى عودة الملاك جبريل إلى السماء بعدما كان قد نزل إلى الأرض للتبشير بالازدهار والنور. ديانة الصابئة مزيج من المعتقدات البابلية والمسيحية والفارسية، ويتكلم المندائيون بلغة تقليدية تعتبر مشتقة من اللغة الآرامية، ويعتبرون آدم نبيهم ويقدسون يوحنا المعمدان. أتمنى من الحكومة الحالية أن تنظر بعين الاعتبار إلى المكونات الدينية والقومية العراقية من مسيحيين ويزيديين وصابئة وتركمان وشبك وكاكايين وزراديش وكل المكونات التي هي باقة ورد عطرة يضمها جنبات عراقنا الحبيب، أن ينتهي هذا التهميش الذي طالنا في ظل الحكومات السابقة، أن يكون لنا بصمة في الحكومة الحالية. على ضفاف نهر دجلة تجمع أعضاء الطائفة لأداء طقوس التعميد، وهي ممارسة تلعب دورا مهما في حياة هذه الطائفة القديمة. يعتقدون أن يوحنا المعمدان وليس يسوع المسيح هو المسيح الحقيقي. هناك أناس اليوم في دول الانتظار، في الأردن، في سوريا، في تركيا، في بعض الدول الأخرى أيضا ينتظرون من سنوات طويلة باتجاه أن يستقروا مع عوائلهم خارج العراق. بالتالي عملية العودة أنا أعتقد هي صعبة حاليا بحكم الظروف اللي مروا بها، وأنه الجميع يعني ما عاد يملك شيء، يعني أغلب مدخراتهم صرفت خلال هذه الفترة، وبالتالي يعني احنا نتمنى أن نحافظ على ما تبقى في العراق، وجود ضمانات دستورية وقانونية وثقافية في العراق، وأيضا ضمانات أمنية هي الكفيلة باستقرار من تبقى في العراق. الماء هو كل شيء بالنسبة للصابئة المندائيين الذين يتعمدون فيه ويتزوجون فيه ويتلقون طقوسهم الأخيرة على ضفة النهر. وخلال احتفالاتهم تؤمن الطائفة إنه ينبغي تعميد كل فرد قدر الإمكان.